بص يا صاحبي، قبل ما ابدا الفيديو خالص عاوز اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي. ماتشات الكونفدراليه بتتلعب يوم السبت ويوم الاربعاء، عشان لو ما عندكش معلومه وانت جديد عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم. وشفت يا عم الحدوته، سمعت يا عم الحدوته، عجبتك كيفتك ولا ما عجبتكش؟ لو ما عجبتكش اكيد الطياره عجبتك. شفت الطياره؟ شفت النظام؟ يالا حاجه اول مره عينك تشوفها يالا. لكن معانا في النهايه الدوري فين؟ الدوري في متعوبه، حرقك واكلك. اطلع يا نور مع الكونفدراليه. الزمالك بطلا للدوري المصري، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في ادخل حيط علينا. وتعالى نتكلم يا ابني. الزمالك في موسم اعجازي، وعارف ان كلمه اعجازي دي بتضايقك بتحرقك. فرقه فيها لعيبه 2 مليار هتاخد طياره خاصه وتروح تلعب مع البط. مش عارف اقول لك ايه، صدقني انا مش عارف اقول لك ايه. قلت لك امبارح مباراه هيتابعها عشاق الكوره في مصر. 120 مليون ما كانوا ما بيتفرجوش على حاجه امبارح الا مباراه الزمالك وسيراميكا. قلت لك ماتش المصري مضمون وحطه في جيبك. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ عرفتك وقلتها لك، وكانت الدنيا واضحه من اول دقيقتين. يا جماعه طب يعني مشوا الدنيا شويه، خلوها يعني فيها شويه منافسه. لكن ما علينا، الزمالك النهارده بيبدع بيمتع، بيقدم مباراه عظيمه بقياده مدير فني لما ما خافش، عامل مباراه عظيمه من اول حارس المرمى لحد ابن البكر وعدي الدباغ، كلهم رجال. الزمالك والثلاث مباريات كانوا بيلعبوا النهارده، الزمالك وسيراميكا، سموحه وبيراميدز، الاهلي والمصري. في النهايه مباراه ما كانش ليها اي 30 لازمه. يعني لو قال لك الاهلي يكسب ومفضله الموضوع خلص. ليه؟ ماتش مش مؤثر في ترتيب الدوري. اول مره اشوف فرقه بقى لها طبعا ماتشات عماله تكسب، وكل ما تكسب تطلع من التالت للتالت. والله انا اسف، سامحني والله، مش قادر ما احفلش عليك. انا مش قادر ما احفلش عليك. في بدايه الموسم رساله مبهمه من لاعب كان يحمل في قلبه الكثير من الزمالك، لكن اختار بمحض ارادته الانتقال للغريم التقليدي الاهلي. قال لك في نهايه الموسم هنكسب كل البطولات في الاخر. معلش انا والله العظيم انا عارف ان انا حاجه دم، لكن سامحني، انت اللي عملت فيا كده، انت اللي وصلتني كده. دلوقتي من السنه الجايه رسميا بطوله الكونفدراليه اجمد مليون من دوري الابطال. يعني بطوله هتبقى اقوى في جماهيريتها وشعبيتها من دوري ابطال اوروبا. ليه؟ والاهلي مشارك فيها. الاهلي هيبقى بطل يا عم، الموضوع انتهى. احلى بطوله السنه الجايه. لكن تعال نتكلم الزمالك. وقلت لك تشجيع الزمالك مخاطره ما يعني ما حدش يتمناها. الزمالك بيسموها ايه؟ مش حدش يتمناها، لا بيسموها مخاطره ما يقدرش عليها غير ان واحد اللي قلبه حديد. قلت لك سيناريوهات الزمالك تجيب امراض القلب. الزمالك في سيناريو عجيب من البدايه. في الدقيقه 8 ابن عدي الدباغ، اللاعب اللي كنت بتمناه. فاكر في بدايه الموسم لما كانوا بيتريقوا على عدي الدباغ وقال لك الحمد لله انه ما قضش على الرقم اللي اخره 1907. قلت لك هيجوا في اخر الموسم يعيطوا. هجومهم عامل ايه؟ مهاجمهم عامل ايه؟ جايب كام جول؟ قول لي، قارني بالارقام، قارني بلاش بالارقام، قارني بالتاثير. عدي الدباغ في الدقيقه الثامنه بيغفل سعد سمير وبيحط الهدف الاول نادي الزمالك. والجمهور النهارده 10 من 10، اقسم بايات الله جمهور الزمالك 10 على 10. جمهور ماتش يا جدعان كنت اتمنى في ماتش اتحاد العاصمه. لكن انت النهارده قدر الله ما شاء فعل، لكن في نهايه البطوله هتدخلك، لكن هتدخلك دوري ابطال افريقيا اللي انت معاهم منه بقالك 3 سنين. الزمالك بعدها ضغط من سيراميكا، الزمالك متمسك لحد ما جت اللحظه الحاسمه، اهم نقطه في تاريخ الزمالك الحديث. ضربه الجزاء كانت كفيله بتغيير كل حاجه. شوف كله كان هينقلب راسا على عقب. ضربه الجزاء هي خيال حكم بيحسبها، بيدخل ابن احمد بالحاج عشان يخبز لعواد على راي الناس اللي هي بيخبز عدي الدباغ، بيخبز بالحاج او بالحاج بيخبز لعواد. ما علينا. تخيل انت بتناقش مين؟ انت بتناقش مين؟ انت عاوز يعني بالعقل ان نادي السيراميكا اللي والمدير الفني ونص هيفوت لنا الماتش ده. كان سامي فيه بقى فوت لي بقى، يعني سعد سامي مفوت لي، والحاج مفوت لي، والمحج مفوت لي، ابو العليم مفوت لي، طعمه ديك كمل
مفوتها لي، لكن اكسب مجهودي لا. طب لو خسرت النهارده ايه؟ روح الفانله الحمراء يا صديقي، روح الفانله الحمراء هي اللي بتحكم كل حاجه، لكن اكسب مجهودي لا. مفيش دوري كتير من مجهود الناس كلها. عندي 15 دوري متجامل فيهم كلهم، وانت عندك 45 لا انت فشيخ. بيصدها محمد عواد وبتنقلب الدنيا، وازاي بيقدر يقف على رجليه تاني، وفي النهايه بيجي بعدها او قبل كان اعتقد شيكوبان سجل هدف واتلغى. انا شايف ان ممكن ما يكونش في حاجه خالص، لكن في النهايه ايه اللي حصل؟ الدوري في 100 عقبه. الزمالك وحب جماهير الزمالك لساك والله قصه. انا عاوز اشكر اتنين، جون ادوارد وابوك التعب اللي تعب طول الموسم من حل ازمات كبيره جدا. اي نعم فشل بعض الملفات، لكن في النهايه النجاح. حتى والله العظيم لو كان الزمالك خسر الدوري النهارده كنت اقول لك الكلام ده، والله كنت اقوله لك. النجاح ده نجاح كبير جدا يرجع لجون ادوارد، ولو كان النجاح بيقتسم همشيها كده 40 30 40 معتمد الجمال، 30 جون ادوارد، 30 لعيبه. معتمد الجمال اللي جه في وقت صعب جدا على اي مدير فني يقدر ان يمسك فريق بكميه المشاكل بكميه التخبط ده، وفي الاخر يتوج بلقب دوري استثنائي. وعارف الجيم الاستثنائي بتضايقك انت النهارده لما تيجي تقيم مشروع الزمالك بفريق عنده 18 قضيه قطعه تقول لي انا مالي؟ ماشي، مشاكل ماشي، بسكواد اقل من سكوادك، وانت سكوادك فنيا وخلقيا ودعم مادي كبير فني ودعم، قول زي ما انت. يبقى النتيجه لما اكسب انت الدوري يا هلفوت، يبقى انا راجل قوي، فريق قوي وشجاع، فريق قوي وشجاع. انت طبقت دايما بنقولوها ان نادي الانديه بتجاملك، فانت النهارده لما تطالبني او بتقول لي انت يا زمالك سابقا جاملك طول السنين اللي فاتت دي، يبقى 45 دوري طلع منهم 30 انت بتجامل في فكر كريم. في لقطه مش قادر تخرج من دماغي والله العظيم بجد، لقطه حسين الشحات في ماتش القمه لما كان بيشاور لبزيرة ويقول له كده، عارف دي معناها ايه؟ كان بيقول له بزيرة ما تقلقش احنا في المركز التالت تحتي. سامحني يا جماعه والله، معلش يا جماعه معلش والله، انا برضه زي ما انت بتعمل كده بالك بمنتهى انا مش خايف. الزمالك بيضرب كل الشامتين بالعصا على دماغهم. الزمالك في موسم صعب، موسم استثنائي. شكرا لكل الناس اللي وصلتنا ان احنا نحتفل بالدوري. الزمالك فريق عظيم جدا يا جماعه والله، وما بقللش من الاهلي. انا كل كلامي كله على الناس اللي شويت منظر الاهلي. الاهلي والزمالك انديه كبيره، ناس عظيمه، انديه لها شانها في الوطن العربي وافريقيا، اكبر فرقتين في مصر والشرق الاوسط بل في افريقيا كمان واسيا. انا بقول لك ان الاهلي والزمالك علامتين تجاريتين يتمنى اي حد يكون فعلا بيشجع الاهلي والزمالك. انا عمري في حياتي ما بحب اقلل من الاهلي، لكن انا برد على ناس شوهت منظر الاهلي وداخله تشوه منظر الزمالك. فانا لا، هي في الاخر وفي الاول وفي البدايه هي كوره، ويقول لك عكس كده كذاب، واللي يقول لك اصلي وصل ويطلع حاجات هو الا عبد لريتش. يالا عملتك بنفس الطريقه اللي كنتوا بتعملوا بيها نهايه الموسم. عمري ما حبيت الطريقه دي ولا عمري تحت لها، لكن بقول لك بما يرضي الله الكوره الناس خليتها بمنحنى بعيد خالص وبشكل مختلف خالص. في النهايه هي كوره، تكسب النهارده تخسر بكره. الاهلي فريق كبير، الزمالك فريق كبير، وان شاء الله يحصل النادي الاسماعيلي. وفي النهايه انتهى الدوري، وعندنا كلام كبير جدا ممكن نتكلم فيه، لكن مش الحلقه دي عن قائمه منتخب مصر. مش عايز اقول بقى كلمه عشان ما تحسبش عليا، لكن مجاملات لعيبه كتيره ولاعيبه ياما انظلمت. في لعيبه كانت تستحق انها تكون متواجده، وفي لعيبه عليها مليون علامه استفهام، لكن مش هنتكلم فيها دلوقتي. هنفرح بالدوري ونتكلم فيها، وعندنا متسع من الوقت لسه قدامنا حوالي 20 يوم او اكتر قبل كاس العالم. في النهايه الموسم خلص. لو على الكلام عجبك فاستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تدعمني بلاك واشتراك وتفعل زر الجرس. ما عجبش كلامي ممكن تقول عليا في الكومنتات واقف فوق دماغي واقف واحترم، وباذن الله اشوف حاجه جديده والسلام.